النقطة المهمة جدا عندكم ان احنا نبدأ نبني مباشرة. كلمت المهندس محمد متأخر، قلت له خلاص انا اشتريت. النادي العمراني هيوصل، انا متوقع ان هو هيوصل لغاية وادي النطرون. انتوا رؤيتكم حلوة. ودلوقتي هيكون معانا لقاء مميز جدا مع احدى عملائنا المميزين اللي كنا موجودين معاه هنا في نفس المكان من حوالي 6 شهور واحنا بنسلمه الارض. وفي خلال ال6 شهور دول هنشوف معاه ايه اللي تم في الارض وايه اللي اتنفذ. يلا بينا مع الدكتور محمد صلاح، احدى ملاكنا المميزين جدا في مشروع حدائق سفنكس. هنشوف بعد ما استلم ايه اللي تم على ارض الواقع. بنرحب بيك يا دكتور. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. الاخبار كله بخير؟ الحمد لله تمام. يا دكتور منور، وما شاء الله المزرعه طبعا اختلفت 360 درجه عن اخر مره. يعني الحقيقه المجهود نعرف من حضرتك كده ايه اللي تم من بعد الاستلام في المزرعه. بص، زي ما حضرتك عارف احنا لما استلمنا الارض كانت بتروي من بير الميه فيه نسبه الملوحه فيه كانت عاليه. تمام. ومشكورا حضرتك مع المهندسين الموجودين في الشركه والمهندس عبد الله نقلنا الخط بتاع الميه من الارض البير اللي كان نسبه الملوحه فيه عاليه لبير تاني نسبه الملوحه فيه معقوله جدا. ده ادانا فرصه ان احنا نقدر نزرع مجموعه من الخضروات والاشجار اللي كانت ما تنفعش تتزرع قبل كده، لانه كان البير التاني ما ينفعش نزرع غير زيتون ونخل. صحيح. دلوقتي الحمد لله خلال ال6 شهور اللي فاتوا احنا قدرنا نزرع تقريبا كل انواع الخضار كانت موجوده عندنا. ما شاء الله انا شايف انواع احنا مختلفه زرعنا من الخضار. يعني في الموسم الشتوي زرعنا كرنب وزرعنا خس، زرعنا كل الحاجات الخضروات الشتويه اللي كانت موجوده، وكانت الحقيقه نسبه الانتاج حلوه جدا، وكمان المحصول كان طالع اتس اورجانيك، لانه احنا مش بنعمل اي نوع من انواع المبيدات او رش المبيدات او اي حاجه. الوقت الحمد لله خلال ال6 شهور اللي فاتوا، لو في فيديو قبل كده ممكن ابقى اوريه لحضرتك، الارض كانت تقريبا صفراء. احنا الحمد لله وقت ما استلمنا كنا مصورين مع حضرتك لقاء لما كنا في وقت الاستلام، وفعلا الارض دي كانت فاضيه تماما، وما شاء الله احنا شايفينها دلوقتي فيها خيرات ربنا. يعني الحمد لله كل انواع الخضار هتلاقيه اتزرع. يعني زرعنا مجموعه من الاشجار المختلفه. انا شايف شجر مانجا ده تقريبا، زارعين مانجا، زارعين موز، زارعين باشن فروت، زارعين بن، زارعين لوز، زارعين بقى مشمش وخوخ وتفاح وجوافه وتين. ما شاء الله. فكل انواع الفاكهه تقريبا يعني كده من كل نوع شجره او 2 على حسب المساحه. بس الحمد لله الحاجه بدات تظهر وبدات تبان. الارض اختلفت تماما، كنسبه ملوحه في الارض بدات تبقى احسن. الناس اللي هنا في الشركه الحقيقه مهندس عبد الله والناس اللي معاه قايمين بدور رهيب جدا في خدمه الارض وفي الزراعه، وفي ان هم بيتابعوا. يعني من الحاجات الكويسه جدا انه في متابعه بصفه يوميه، وده بسبب انه في ناس قاعده في المشروع بتهتم بكل شيء. تفاصيل صغيره ممكن تكون انا كصاحب ارض ما اخدش بالي منها، زي وجود الحشرات، زي لازم نبقى بنسمد بطريقه معينه. اقتراحات هو قال لي عليها، زي مثلا عملنا سماده ديت علشان من خلالها بيقدر يسمد الارض كلها. فالحاجات دي مش بس فكره ان الواحد اشترى ارض وبيزرعها، قد ما هو اشترى ارض بخدمات اللي بعد الارض. مظبوط. احنا دايما بنقول الخدمات اللي بعد الارض مش في الارض، هي فكره في ان انا هعمل ايه في الارض وهعمله ازاي، والادوات المتاحه بالنسبه لي بالظبط، سواء موارد بشريه او خدمات او مكان مميز. يمكن برضه انا عايز اعرف من حضرتك، انت كان سبب ايه اختيارك للموقع ده تحديدا؟ الحقيقه انا تشتري الارض، وهل كنت مخطط لده من قبل ما تشتري؟ ووصلنا لحد فين من التخطيط؟ انا مبدئيا، وانا يعني السنه اللي فاتت زي دلوقتي، كانت الفكره ان انا قررت ان انا عايز يبقى عندي حته ارض صغيره يبقى فيها استراحه، اقدر اجي في الويك اند اقضي فيها يوم، وبناء عليه ما شاء الله كمان حضرتك شطبت الاستراحه وتركب لها كمان هي كشافات اناره. انا مستخدم الاناره هنا طاقه شمسيه، يعني دي كلها عواميد طاقه شمسيه. العواميد دي كلها كده دي طاقه شمسيه. دي عواميد طاقه شمسيه. العواميد الطاقه الشمسيه ديت كل طبعا بتنور بالليل اوتوماتيكلي. انا ما بدون اي تدخل. فانت بالليل هنا اكنك قاعد
يعني لا مفيش ضلمه بقى خلاص، بتبقى شايف المكان الارض كلها والارض بتبقى منوره. وعواميد الطاقه الشمسيه دي بتديني الرؤيه المطلوبه انه الواحد حتى لو قرر انه يتمشى بالليل يبقى شايف مزرعته وشايف الحاجات اللي بالزبط. فيها والزراعات اللي موجوده فيها. فالسنه اللي فاتت زي التوقيت دوت انا بدات ان انا كان عندي مجموعه من الكرايتيرياز ان انا كنت عايز احققها. اولا مش عايز حاجه بعيده عن 6 اكتوبر علشان اعرف اجي لها باستمرار. فاخدت الطريق بقى الصحراوي لغايه السادات. دي المسافه اللي انا كنت محدد ان انا عايز اشتري فيها. عديت على مشاريع كتير وقابلت ناس كتيره جدا، وقدرا يعني بسبب بالحمد لله حظي كويس انه واحده من المشاريع اللي عديت عليها كانت مشروعات افرولاند اللي موجوده ومنتشره على الطريق الصحراوي. الحاجات اللي خلتني اشتري هنا مش بشتريش هناك هو مجموعه من الاسباب. اولا كل المشاريع اللي انا مريت عليها قبل كده ما كانش فيها الافتر سيل سيرفيسز، بمعنى ان هو بيبيع لي الارض لكن ما بيبيعليش خدمات، حتى ولو هو كومباوند مقفول او حتى لو هو اسم موجود من زمان، بس هو بيهتم بان هو يبيع، بس ما بيهتمش بان هو بيعمل خدمات للي هيشتري بعد البيع. النقطه الثانيه نسبه الملوحه اللي كانت موجوده في المشاريع اللي موجوده الثانيه اللي على الصحراوي. الناس كانت الحقيقه صادقه جدا وكانت بتقول انه ما ينفعش ازرع غير نخل وزيتون، وده ما كانش الغرض من ان انا عايز اشتري. انا كنت عايز اشتري ارض اعرف ازرع فيها كل حاجه. النقطه الثالثه مصداقيه الورق، دي حاجه مهمه جدا. انا هدفع فلوس كتيره جدا، فانا كنت مهتم جدا انه ابقى متاكد وانا بشتري انه الورق اللي انا بشتري بيه هو سليم. ودي من الحمد لله من الحاجات اللي كل دي الامور دي لقيتها موجوده في افرولاند. المصداقيه، الورق، الاستلام. انا دفعت المقدم استلمت within month، ما كانش في اي وقت، في نفس الشهر تقريبا. ساعتها كان في نفس الشهر استلمنا اللي اتفقنا عليه كله بلا استثناء موجود. وقت الاستلام الناس جت سلمتني، المساحه مظبوطه، الخدمات اللي انا كنت محتاجها. انا كنت بتارجت ان انا جاي اشتري نص فدان. صحيح. حضرتك لانك مهندس شاطر والمهندس عبد الله الحقيقه لانه برضه راجل شاطر، النص فدان بقوا ب2 فدان الحمد لله. الحمد لله وربنا يبارك بفضل الله يعني، وبفضل ان انتوا الحقيقه كنتوا متهاودين ومتساهلين معايا في امور كتيره جدا فاينانشال، خلتني اقدر حتى انفست اكتر في وما شاء الله يا دكتور حضرتك صاحب رؤيه، فده برضو بيشجعنا. الله يبارك في حضرتك. بيخلينا ان احنا نتعاون اكتر مع الاشخاص اللي هم اصحاب رؤيه وعارفين هم هينفذوا ايه. وطبعا حضرتك احنا بنتشرف بيك، فعشان كده سهلنا لك شرف ليا يعني لك التعاقد ساعتها. وطبعا بنوعد حضرتك ان احنا مستمرين معاك برضو في الخدمات. الله يبارك فيك. واي سلبيات ان شاء الله تتعالج اذا كانت وجدت في اي وقت ما. بص انا مش عايز اسميها سلبيات قد ما انا بحب اسميها ان الواحد بيدور على انه المشروع يبقى بيرفكت 100%، بس صحيح. مش سلبيات يعني انا ما لقيتش سلبيات اللي هي تقدر تقول عليها سلبيه مخلياني مش عارف اشتغل. حتى نسبه الملوحه لما ما كانتش عجباني او ما كانتش مخلياني عارف ازرع كل الخضار غيرتها لي. فانا مش لاقي سلبيه الصراحه يعني. انا بحب ادي لكل ذي حق حقه، انما الوضع الواحد لما بيتكلم بيبقى هدف التطوير. صحيح. ان احنا نرتقي لما هو افضل من كده، ودايما في احسن. فانا بشكركم الحقيقه جدا، وانتوا نورتونا النهارده في المزرعه، واتمنى ان انتوا تزورونا المره الجايه يكون الموضوع بقى شكله اكبر واحسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن وربنا يوفقكم دايما ان شاء الله يا دكتور. احنا شاكرين جدا ليك ومبسوطين جدا جدا بوجودنا النهارده معاكم، مبسوطين بالمنظر اللي احنا موجودين فيه النهارده، وخيرات ربنا ما شاء الله كلها موجوده حوالينا. ويمكن طبعا في ناس كتير ممكن ما تصدقش ان ده تم في خلال ال6 شهور اللي فاتوا، ولكن ده فعلا والله يعني انا عايز اقول لحضرتك انه احنا لو صورنا الارض واحنا واقفين كان دايما بتشوف لون اصفر. taking in consideration انه الشتاء صعب جدا الزراعه فيه. ده حقيقي فعلا. يعني كل الناس بتقول احنا ما نعرفش نعمل اي حاجه الا ابتداء من النص الثاني من مارس. صحيح. وكمان جه عليا في مارس اللي هو الوقت اللي كان المفروض ازرع فيه رمضان، الشغل فيه بيبقى اقل شويه. فاللي حضرتك شايفه ده مجهود بذل بطريقه كبيره جدا من الناس القائمين على الزراعه في الشركه، علشان في الشتاء اقدر اعمل ده. خدمه شتويه على اعلى مستوى اتعملت في الارض، طلعنا نسبه الملوحه اللي كانت موجوده فيها وتسميد
سواء تسميد من خلال الخراطيم التسميد او تسميد بالرش، علشان نطلع بمستوى انه استلم ارض في الشتاء. يعني انا بدات تقريبا في شهر 10 وخلال الشتاء خليها خضراء بالطريقه دي. فده برضو الحمد لله كان تشالنج تانية احنا الحمد لله قدرنا نحققها يعني. الحمد لله. وبنوعد حضرتك دايما ان احنا نبذل ما فوق وسعنا ان شاء الله عشان نقدم لك احسن خدمه يا دكتور. بنتشرف بحضرتك ومتشكرين جدا ليك. الشرف ليا. ونشوف حضرتك ان شاء الله على خير. وفي النهايه تحب تنصح اللي بيستثمر او حابب يستثمر في المجال الزراعي ان هو يمتلك ارض زراعيه او خصوصا طريق مصر اسكندريه الصحراوي، تنصح بالاستثمار ده نوع الاستثمار، ولا حضرتك شايف ان الاستثمار ده فيه مخاطر او فيه سلبيات؟ اي استثمار في الدنيا فيه مخاطر، بس يعني البروز والكونز لما بنيجي نحسب السلبيات والايجابيات في هذا الاستثمار، الايجابيات اكتر بكتير جدا من السلبيات. بس الفكره ان الاستثمار الزراعي عموما من خلال التجربه الصغيره اللي انا مريت بيها بيبقى محتاج وقت، ما هواش استثمار سريع، لانه انت ده اعمار في الارض. الاستثمار الرئيسي اللي انت بتعمله ان انت بتحقق الغرض الرئيسي من وجودنا في هذا الكون، هو الاعمار في الارض. صحيح. وده اكبر استثمار. انما الاستثمار المادي بيجي بس على اللونج تيرم. تمام. متشكرين جدا ليك يا دكتور. اهلا بيك. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ولقاء جديد مع عملائنا المميزين في مشروع حدائق سفنكس. نشوفكم على الف خير. شكرا.